مساءكم. سيمفونية رائعة عزفها أبناء بورسعيد على يد المسترو حسام حسن، ولقن الزمالك درسا قاسيا في فنون كرة القدم وهزمه 3-2 مع الرأفة. أهلا بكم وطاب مساءكم، ومعي ومعكم نجوم الفن. الفنان عادل إمام. ايه رأيك في المباراة؟ الله، ده كلام. هو يوم مش فات، انا عارف انت بتقول ايه يا سيد. ده المصري عامل مباراة جامدة، ده اخد الزمالك غسيل ومكوى. انا قلت لكم العميد حسام حسن مفيش زيه، هو اللي هيظبط النادي المصري. امشي من قدام السعادي. الفنان الكبير محمد صبحي، انت ايه رأيك في المباراة؟ ولد انت حمار انت نيلة. المصري عمل مباراة كبيرة وهزم الزمالك 3، وخلى الزمالك بقى شوارع، وكان نفسي هوب يجيب الرابع، وكنا عملنا الزمالك هزيمة قاسية. لمبي، ايه رأيك في مباراة اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول لكل شاب وكل فتاة وكل بني آدم إن المصري عمل رومنتادا جامدة، ومسك الزمالك وشمال ويمين ولا مارادونا في الأرجنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان محمود المليجي، انت ايه رأيك في مباراة اليوم؟ انت بتكلم ده يا لفندي؟ طب ربنا وشرف البهدى اللي فوق كل اعتبار. مباراة النهاردة بتفكرني لما كنت رجالة واقفين وقفة رجالة، لعيبة حديد وجمهور يحرك الصخر. برافو برافو العبيد، برافو اللعيبة. محمود عبد العزيز، ايه رأيك في مباراة اليوم؟ هوبا، لا مؤاخذة على بيه، بدون لف ولا دوران وهات من الآخر. أنا قلت لكم الأول حسام حسن ده أسطورة، ولا مؤاخذة يعني كميته ماشية مع النادي المصري، يعني هو اللي هيحقق الانتصارات. وبإذن الله المباراة القادمة هيبقى فيه 3 نقط كمان، يعني لا مؤاخذة هنخش المربع الذهبي. الفنان الكبير سمير غانم، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبقول لجمهور النادي المصري انتوا زي العسل. والنهاردة المصري عمل رومونتادا وغلب الزمالك 3-2. انستونا، امال ايه؟ انت ايه رايك في مباراة ايوه انا شفت المباراة النهارده، كانت مباراة كبيرة واللعيبة بذلوا كل ما في جهدهم. يكفي لأول مرة الزمالك يجيب جولين وبعد كده تجيب في 3، دي حاجة جنان خالص. وبلاش مستر كامل ابو علي ان هو يرجع تاني رئاسة النادي عشان النادي يزيد حيوية ونشاط، وربنا يسهل المباراة القادمة، وبإذن الله السنة الجاية ننافس على الدوري. ده بجهودات اللعيبة والجمهور اللي بيحرك الفرقة بتبقى زي الزلط. عبد الله، ايه رايك في مباراه الجول معقوله برضه؟ تصدق يا علاء صادق؟ هتصدق ان شاء الله النهارده يوم هاوي، وانا كنت متوقع 100% رغم ان الزمالك جاب جولين كنت حاسس المصري هيجيب 3 و4، لان احنا كنا راكبين المباراه. الزمالك كان ضايع خالص، ملوش اساس في المباراه، اصل صلاح ابو دقه ما بيتقالوش لا. الفنان الكبير جميل راتب، انت رايك في مباراه؟ المباراه كبيره والعبيد ضرها بوتها الذكاء، وقدر ان هو يعمل بتغييراته انقلاب داخل الفرقة. الولد الجلاسي ده ولد لعيب، واخد احسن لاعب في المباراة. الفنان الكبير القرموطي، معلش احنا بنتكلم عشان ما ولعش فيك وفي نفسي وفي الزمان. النهارده المصري عمل مباراه كبيره، والواد جريندو ده جمال عبد الحميد بيفكر زيدان. الواد ده لازم يروح المنتخب لان لعيب كبير وبيعمل مجهود كتير. واللعب يا مصر